كشف مصطفى ليماني والي ولاية سيدي بالعباس على هامش الدورة الأولى العادية للمجلس الشعبي الولائي في تصريح خص به الصحافة عن ضبط مصالحه لبرنامج زمني يتم من خلاله نشر القوائم الإسمية للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري والشروع في عملية توزيعها على مستوى ولاية سيدي بالعباس. تفاصيل أكثر مع لحسن هاشمي وبالحاج فرحات. كنا نحضروا لها العمليه، الاحصاءات لي زونكيت تو سا جات البانديميا اللي كما قلت انت، دونك صا فريني ان تي بو العمليه هذه لوبيراسيون، ولكن اون فا ريبروندر بلوتو بوسيبل. ما نقولكمش وقتاش، مي اون فا ريبروندر هذه بربي ان شاء الله عن قريب نعاودوا نحيوا هذه العمليه هذه. اون فا ريكازي هاد السكان تاع اي بي ماشي غير بين القصديريه. عندنا اسمه ذاك المطار اللي فات، المطار لي لوجمون موجودين، الناس لا ليست واجده، التيراج وصور ندار، الناس خلصوا مام لي 6 7 مليون تاع كوسيون خالص، لازم يسكنوش. جافي برومي دي لي رولوجي ان شاء الله قبل العيد، مالوريزمون الظروف ما سمحتش، ولكن ان شاء الله عن قريب غادي نبداو بهم. هذو ان شاء الله اللي يديو المفاتح الاولين. تاليها بلديه سفيسف، مؤخرا درنا ثاني لي ريكور تاعهم، نقصنا بعض المستفيدين، نقصنا لهم القائمه. كاين الاراء يقول لك خلينا حتى نعوضوا اللي تنحاو باش نوزعوا، وكاين اللي يقول لك لا نوزعوا واش كاين والباقي نوزعوه بليطار. يظهر لي نوزعوا واش كاين ومن بعد الباقي نوزعوه بليطار.